يعني ايه اصلا ذكاء اصطناعي؟ سؤال من اجمل الاسئله اللي جت، وانا دايما بحب اشرح الاساسيات علشان خاطر في ناس كتير جدا بيقولوا ان هم مثلا عارفين ذكاء اصطناعي ولكن هو مش فاهم يعني ايه ذكاء اصطناعي. هاخدك في قصه بسيطه كده، هقول لك فيها الموضوع بدأ فين يعني او صعوبته كانت فين. كنا بنتعلم البرمجه ايام زمان، كان الموضوع مثلا علشان اعمل روبوت بيتحرك ويروح يفتح باب معين مثلا. الموضوع كان صعب لدرجه ممكن ما تستوعبهاش، ممكن ما تحسش يعني. الموضوع معقد لدرجاته. هو الفكره كلها مش ان انا بقول له الروبوت قوم وروح افتح الباب مثلا. برمجه محتاجه توصيف دقيق وشرح عميق لكل نقطه. فمثلا يعني ابسط مثال، انا دلوقتي لو عايز اخليه يقوم بس من مكانه كروبوت يعني، فانا مش هقول له مثلا قوم من مكانك كبرمجه، لا، ده انا هقول له معلش انت عندك مثلا الموتور رقم كذا اللي بيحرك الرجل رقم كذا محتاج يتحرك بقيمه كذا، والموتور التاني اللي مش عارف ايه محتاج يتحرك بقيمه كذا، وتعمل مش عارف ايه وكام سنتي وحركه قد ايه، واحسب بقى مثلا الحركه دي لما الموتور بيتحرك بشكل معين مثلا الحركه دي هتدي دفع قد ايه، ومش بس دفع قد ايه كمان، ده عشان مثلا ما يقومش جامد جدا، او عشان مثلا ما يتحركش حركات غريبه او وعلشان كده انتوا لما بتشوفوا اصلا الروبوتات اللي بتتحرك بتبقى حركتها يعني معوقه جدا، فهو بيقعد يعمل كده كده مثلا يعني. فاهمين الفكره؟ هو بيعمل كده ليه؟ علشان الحته اللي انا بكلمك فيها دي. ومش بس كده، ده كل ده بس علشان يقوم من مكانه. تخيل بقى يتحرك، وبعد ما يتحرك مش بقول له مثلا افتح الباب، لا، ده انا بقول له روح اعمل ايدك مثلا بالحركه الفلانيه، اعمل كذا واتحرك وافتح الباب. تمام؟ فكل ده بس علشان ابرمج حركه معينه واحده وثابته. تخيل معايا بقى لو عايزه مثلا زي الانسان مثلا بيوصل طلبات او بيعمل حاجه زي كده، موضوع معقد بطريقه لا تتخيل. فايده القصه دي ايه؟ انه ببساطه الذكاء الاصطناعي طلع بقى في انواع منه يعني طبعا كتير، ولكن النوع ده عشان نوضح الفكره بس، طلع بقى ايه؟ بيفكر لوحده. يعني ايه بيفكر لوحده؟ يعني بقول له مثلا انا عايز افتح الباب، وانت روح اتعلم مع نفسك زي الطفل الصغير يعني ايه تفتح الباب. فمثلا انت محتاج تقف، فروح اتعلم مع نفسك ازاي تقف. فيقعد يجرب ويغلط يجرب ويغلط بس الاف وملايين المحاولات لحد ما فعلا يقف. وطبعا هم بيدربوه عشان بس ما حدش يفكر ان هو بيجيبوا مثلا الروبوت ويقعدوا يجربوا عليه، لا، مش بس كده، هم بيدربوا الاول البرنامج او الموديل بتاع الاي اي اللي بيتعلم الموضوع ده مع نفسه في بيئه افتراضيه. بيئه افتراضيه يعني حاجه كده زي ايه، اكنك لبست نظاره وبتعيش جواها، ونفس القصه كده يعني حاجه زي كده. يبداوا يحاولوا ان هم يعملوا الموضوع ده كتير جدا، ملايين من المحاولات لحد ما يتعلم انه انا بتحرك وبفتح الباب ازاي، من غير ما يقولوا له ازاي، بس هم دربوه على حاجات كتير ووروا له كمان حاجات زي فيديوهات كده، ايه، شوف بيتحركوا ازاي او البني ادمين بيتحركوا ازاي. ويبدا هو يتعلم الحركه زي الطفل الصغير لوحده، بص على ناس ويتعلم. دي عبقريه وثوره الذكاء الاصطناعي. هي دي الفكره، انه هيبقى في تطبيقات كتير جدا غريبه وجميله وهتساعد البشريه جامد جدا جدا بعد المواضيع دي وبعد التطور اكتر في الذكاء الاصطناعي. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تشيره، ما تنساش ان انت تحاول ان انت تساعد الناس تفهم اكتر عن التكنولوجي. وان شاء الله باذن الله انا هنزل فيديوهات اكتر بتشرح بنفس الطريقه لحاجات كتير. اسالني برضو تحت الفيديو لو عايز اي سؤال، وان شاء الله احاول اجاوب عليه في فيديوهات جايه ان شاء الله.